بالطبيعة توا نهارين ملك المغرب يعلن رسميا ترشح بلاده لتنظيم كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال. الاعلان هذا كان له صدى عالمي، كل الجرائد بطبيعة الحال في العالم الكل تحكي على المغرب. عادي يا وليد، المغرب تخلى عالمية عنده مدة. ترشح لتنظيم كأس العالم راهو السادس ترشح للمغرب كما الملك محمد السادس كلها في الستة، معناها عنده أكثر من 30 سنة والمغرب كل معناها كأس عالم يقدم الترشح نتاعو، وعنده 30 سنة جاهز لتنظيم كأس العالم. نتذكروا 2010 مع الأفريق دو سود اتهمت جنوب أفريقيا وأنها بين ظفرين تحيلت على المغرب باش تنحي لها التنظيم. اليوم كيف ولات كأس العالم ب 48 بلاد وهبط القانون الجديد، هاو مش زوز مقابلات، 3 برك. تحالفت المغرب مع جيرانه اسبانيا والبرتغال وما ادراك. الحقيقه كيف ريت المغرب الشقيق شدد صحيح باش ينظم كاس العالم، حليت عليه الكتاب شويه خلينا نشوف المغرب، وكتاب كبير ياسر. وقفت عند عام 2022 بالطبيعه الناس كل تعرف قطر 2022 المغرب العالميه، المغرب الرابع لاول مره في التاريخ فريق عربي معناها افريقي يوصل للعالميه. جيت نشوف كاس افريقيا للنوادي نقل المغرب هزتهم الكل. المغرب في الرجال بالطبيعه تعرفوا الوداد وفي ونهضه بركان كاس الكاف والاخرى رابطه الابطال. في النساء الفار هزت كاس افريقيا لاول مره في التاريخ، بلاد تهز كوس افريقيا الملمه واللي فما رجال ونساء بلاد واحده. نحكي عن النساء نتاع المغرب واحنا نحكيو على تونس مرة ونصف الى اخره. المغرب في نساء تسمع يا وليد امان يا وليد وايمن، وصيف بطل العالم للامم. المغرب مترشح لكاس العالم 2023 بتاع النساء. المغرب مترشح لكاس العالم اللي اقل من 17 سنه للنساء. معناها المغرب عنده اجيال واجيال، حاسيلوا المغرب لما واللي فما رجال ونساء. يقولوا عنده رئيس جامعه سي فوزي لقجع يتحرك ياسر وهو اللي عامل هذا الكل. نقول لهم لا مش صحيح، هذه دولة تتحرك وقت اللي ترى هذا الكل، هذه دولة تتحرك، دولة راهنت على الرياضة والكورة بالأساس، هذه سياسة الدولة صح عليهم وصح النوم يا تونس. حسيلوا خلاصة القول وهذا اللي يهمنا، هما عندهم الدار البيضاء واحنا ما بقى لنا كان نهزوا العالم. وليد تعليقك؟ كلام في الصميم من الاستاذ كالعاده، كلام في الصميم. انا الحقيقه حكي على فوزي لقجع، انا فوزي لقجع نعتبره تعيين سياسي بامتياز، ما كانش تعيين رياضي. معناتها تعيين فوزي لقجع على راس الجامعه المغربيه لكره القدم، ربما فوزي لقجع اليوم معروف ومشهور اكثر حتى من وزير الرياضه المغربي. صحيح، فهمتني؟ لانه اليوم المغرب اتخذت من كرة القدم وسيلة كما قال الأستاذ باش تمشي لبعيد في عدة مجالات. فما استراتيجية واضحة، استراتيجية بنات اليوم عندها سنوات، ناس عارفة وين تمشي، ناس زادة خلينا نقولوا الأستاذ الاستقرار السياسي عاونهم نوعا ما، عكس تونس اللي صار سياسيا اكيد ياثر في جميع المجالات. ناس حطت برشا فلوس، ناس بنات لي كومبلكس معناتها تشوف بارتو. الاكاديميه تاع محمد السادس اللي خرجت النجوم الكبار اللي عاونوا برشا المغرب باش حققت الاهداف نتاعها، خاصه التواجد في المرتبه الرابعه في كاس العالم الاخيره. اليوم حتى اللاعبين مزدوجي الجنسيه ما عادش يخموا برشا باش يجيوا للمغرب وباش يضيفوا من الناحيه الرياضيه، اي من خاطر كي يشوفوا الدوله شنو قاعده عامله، يشوفوا قيمه المغرب، يشوفوا الناس شنو قاعده تحكي على المغرب. اليوم صدفتني الومضه الترويجيه نتاع لقاء المغرب والبرازيل الودي. صحيح استاذ، حاجه روعه. انا ما نذكرش احنا استغلينا مقابلتنا مع البرازيل باش عملنا حاجه ولا روجنا الحاجه، ولا قعدنا كان في حكايه التساكر وشكون باش ياخذ تساكر وشكون باش يمشي وشكون باش يجي وشكون باش يدخل. حاسيلو معناتها ناس كما قال الاستاذ اليوم اعلى هرم السلطه. عملنا فيش مخدومه بينت مايكروسوفت بينت اعلى هرم السلطه قاعد يصرف على الرياضه، قاعد ينفستي في الرياضه، ناس تعرف وين تمشي، ناس تعرف قيمه الرياضه اليوم ودورها حتى من الناحيه السياسيه، من الناحيه السياحيه، من الناحيه الثقافيه. هنيئا لهم، واحنا على غالب لازمنا نخدموا برشا، لازمنا نتعبوا برشا، لازمنا نبدلوا برشا حاجات كان نحبوا نوصلوا على الاقل شويه وين وصلوهم. متر من غير الدفع السياسي والدوله، الفيدراسيون متاع المغرب ولا فوزي لقجع ولا غير فوزي لقجع ما كانش ينجم يعمل حتى شيء.
وهذا الغايه من الافتتاحيه اللي عملتها اليوم. وي. انا نفرح برشا للمغرب، نفرح المغرب بلاد نحبوها، بلاد نورتنا، بلاد عاطفنا معاها، بلاد شيختنا في كأس العالم، بلاد خليتنا وقت اللي تونس خرجت كملنا نتبعوا في كأس العالم واحنا باهتمام ومش نتفرجوا برك وإنما نتحمسوا. دونك ولكن في نفس الوقت تعطي فينا في الدروس، تعطي فينا في الدروس. شنو الدرس؟ الدرس الأولاني وأنه راهي كرة قدم مش رياضة، راهي كرة القدم سياسة دولة، راهي كرة القدم تجيب لك السياح. راهو تتذكروا في الأرجنتين كي مشيت تونس عام 78 الأرجنتين وأنا عشتها، راهو قل له تونيزيا ما يعرفوش تونس، ولا ما يعرفوش تونس، عرفوها بفضل كرة قدم محمد الجمودي ربي يشفيه وربي يطول في عمره، هو اللي عرف بتونس. معناها سامحني تستثمر هاك فاش تستثمر. مع الاسف اليوم اولا جابر مانيش قاعدين نستثمروا فيه. أنس جابر ملولي ما استثمرناش فيه جمله. ملولي بعد عفسنا عليه، بعد عفسنا عليه. حفناوي مانيش نستثمر يا ولدي جملة. سامحني سامحوني، انت شعتيته الحفناوي ولا شعتيته اسامه باش يوصل للعالميه، انت ما عطيتو شيء. راهو هذا من البرا مشاو خدموا البرا وترناو البرا وقراوا البرا وعملوا فورماسيون مع مدربين البرا تيزيكم يا ولدي عليه. معناها حطمتوا المواهب اللي موجوده. النقطه قلت لك الدرس الاولاني وانا سياسه الدوله زايدا. الدرس الثاني وهذا علاش انا جبت في الاخر قلت احنا الرايه البيضاء ماينا صح عليكم يا مغرب ما تونس ماينا عليه. خي اسمه رئيس الجامعه فوزي لقجع ولا شكونه ما يخدم مع الدوله، يخدم مع وزاره الرياضه، يخدموا مع بعضهم في نفس الاتجاه. احنا اليوم مع الاسف ايش نراو اليوم؟ نراو وكأن اعداء ضد بعضنا. يا ولدي شنو هي الحكايه الكل؟ معناها سامحني علاش ما نحطوش اليد في اليد ومش لغه خشبيه؟ راهو يا ولدي شنو هي كوره؟ راهي كوره تنجم توصلك، معناها تنجم تعطيك اللي انت ما تحلمش بيه. يا ولدي انس جابر العالم الكل يحكي عليها على خاطرها تونسيه. يونس شعتيناها احنا في تونس ما عطيناها حتى شيء، ما عطيناها شيء. وكي وصلت وحدها حتى باش نستثمروا في الايماج نتاعها للترويج لتونس، باش نعديو رسائل، باش نعطيو قيم، ما عملنا حتى شيء. لا مع لا مع الحفني لا مع الملول، ما حد شيء هذا انت تدعو اذا انه يحطوا اليد في اليد معناتها وينساو الخلاف بالطبع. هل تعتقد انه هذا ممكن اليوم؟ ممكن يعيشك مش ما بيناتنا حرثه ولا ورثه بعد تحجير السفر وبعد يا كذا ممكن تحجير السفر ماهوش وزير الرياضه وامور اخرى. معناها يا ودي حطوا اليد في اليد ويخدموا مع بعضكم. خي شنو عندكم حرثه ولا ورثه؟ وسامحني الاثنين راكم ماشيين. وزير الرياضه راك ماشي، رئيس الجامعه راك ماشي اليوم ولا غدوه. امان شوف قلت لك فما فرق ما بين رجل السياسه ورجل الدوله. رجل السياسه يخمم في الانتخابات الجايه، رجل الدوله يخمم في الجيل الجاي. امان انا وهاو باش نقولها تو ميسالش خليني نقول. انا اتصل بيا السيد رئيس الجامعه بطبيعه الحال بعد الحصه نتاع الجمعه اللي فاتت، اتصل بيا لانه تحدثنا شويه قلنا عادي وهذا دورنا، هذا دورنا. والمجالس بالامانات مش باش نحكيش حكى لي السيد رئيس الجامعه نحترمه ننقدوا برشا ونحترمه، ولكن قال لي عندك الحق تقول وين ورا الجامعه ما يخرجش ما يتكلمش، مش عادي مش نورمال. قال لي عندك الحق، ولكن انا راني ما نجمش نخرج اليوم، ما نجمش نتكلم اليوم. الوضع كله ما هوش صافي، الوضع كله مداول. وكان نخرج ربما باش ندخل في خلاف اكبر مع وزير الرياضه ومع غيره. دونك انا نفضل في الاستراتيجيه نتاعي الصمت، نفضل اني نسكت. اختيار منه حقيقه ما حبيتش نحكي الجزئيات للامانه والمجال، ولكن قال انا اليوم فضلت الصمت على اني باش ندخل في مواجهه مباشره مع وزاره الرياضه او مع السلطه بصفه عامه. الاجواء العامه ماهيش باهيه، قلت الرئيس ما تزيدش. موقف ينجم يكون محترم، ولكن انا ديما بالنسبه لي انا الرأي العام ينتظر وأنه إنسان يخرج ويتكلم ويحكي لنا على الأقل على رياضتنا، المشاكل اللي فيها إلى آخره، لأنه بطولتنا بطولة كارثية، رزنامة كارثية. معناها وننقدوا بحب، ويعرفوا أعضاء الجامعة معناها كي ننقدوا احنا مانا أيمن ننقدوا راهو معنا لا مصلحة لا عنا حد شيء، ننقدوا بحب. ماذا بينا
امان الكوره معناها توا جايك سيدي رمضان كل 3 ايام يلعبوا كوره معناها، ويلعبوا ماضي ساعه ونص